أهلا بكم. حلقة اليوم راح نتعرف بيها على قصة عائلة نعمان شاكر. هاي العائلة عاشت كل أنواع الظلم والألم في زمن النظام البائد، تعرضوا للقتل وللسجن والتهجير القسري، كل هذا لسبب واحد فقط، هو أنهم كرد فيليين. كثير من عوائل الكرد الفيليين المهجرين قسريا في زمن نظام الطاغية صدام حسين بقوا في الجمهورية الإسلامية إلى يومنا هذا لسبب أو لآخر. لذلك سافرنا لطهران حتى نلتقي بهم ونلقي الضوء على بطولاتهم وتضحياتهم الكبيرة. بهذه المدينة الجميلة قضينا أيام نوثق تاريخ مأساة الكرد الفيليين عن لسانهم، فهم شهود على عصر مظلم وضحايا طاغية مجرم. يوم 6 نيسان العصر كان نعمان راجع مع والده للبيت. في وقتها شاف أزلام البعث يصعدون والدته وأخوته لسيارة النجدة. يتذكر نعمان أنه تعرض للضرب في حينها بلا سبب واضح، وطبعا تم اعتقاله مع والده برفقة باقي أفراد العائلة. ما هو من انقصف هذا شو اسمه، صار الانفجار صار بالمستنصرية. هم يعني هي شلون يقول لعبة مالتهم مال البعثيين كانت، يعني هم الصدامين خلينا نقول مو البعثيين. صارت ورا ذاك 6 نيسان احنا جوي علينا باب البيت بالليل، سمعنا صار اكو فد شيء، جوي عوائل اخذوهم وناس اخذوهم، ما توقعنا لان احنا عندنا جناسي وشهاده جنسيه ودا ندرس مثل العالم بالمدارس وبالدوائر، يعني ماكو شيء علينا. الان ساعه تقريبا 4 العصر كان العفو، 4 العصر جينا انا المرحوم والدي، جينا من المعمل، جينا للبيت، سيارة مال نجدة وقفت بباب البيت. شوية شوية بدنا نتقرب، شو صعدوا والدتي وصعدوا أخوتي وخواتي صعدوهم بالسيارة، ومن ضمنها كان اكو عائلة كان بالسيارة، كان بالبيكم كان مال نجدة. وصلنا احنا صعدوا الوالدي، أنا اندفرت، يعني انضربت بصدري بالأخمس مال الكلاشينكوف بيد الشرطة، يعني ضربت على صدري، دفعني. والدي صيح عليهم قال لهم هذا ابني، ليش تدفروه؟ ليش تضربوه؟ يا شلون يقول كفخوني وصعدوني بالسيارة. ما افتهم، اخذونا ساحة بيروت، بيت واحد هناك كان عزونا بذاك البيت. آخر الليل نقلونا بالكوسترات، أخذونا للإقامة بالكرادة. انطبينا بالكرادة بالإقامة، شفنا هواي عوائل قدامنا، يعني يمكن احنا أخير الناس جينا. والدي كان يسألهم يحكي وياهم، احنا المنطقة خوف تدري خوف كلها أخوة، يعني العراق كلها عائلة واحدة بالأصلية كانت، بس المنطقة سحبوني إلي قبل ما انضرب بهذا الشكل. قالوا شنو القصة؟ شكوا وش صاير؟ سمعت والدي يسألهم شنو شكوا وش صاير؟ شنو القصة؟ قالوا صدام عنده شغل وياكم، يعني مو بهالشكل المعاملة، خلينا نبدل نلبس فشينا، يعني واحد رئيس جمهورية داز على عائلة، يعني مو بهالأسلوب. قال تجون هناك تفتهمون. بغاية يعني كان يحكون ويا الناس بأن صدام عنده شغل وياكم.
أم سمير زوجة عم نعمان شاكر توجهت مع زوجها للتقديم على شهادة الجنسية العراقية. هذه الخطوة تعتقد أم سمير كانت هي السبب بتهجيرهم قسريا لاحقا، لأن وجهت نظر أزلام الطاغية باتجاههم. بداية الأمر الشهادة الجنسية هجمت بيوتنا، مو قالوا لنا قدموا لي الشهادة، رحنا ايش مدري لا على البال ولا على الخاطر. أنا عندي جنسية مال قديم، يعني مال الملك فيصل. انطيته للموظف، قال من لك جنسية؟ قلت مال أبويا غير. قال يعني عندي جنسية؟ قلت له إيه، أخويا عندنا كلنا، بس إخواني صغار ما عندهم. قال زين هاي لا سامح الله لا سامح الله، صار شيء هاي جنسية مالك مساعد لزوجك. قلت له شو اسم الله قدر صاير؟ قال لا مو أقول لك. قلت يعني دزونا أبو محمد؟ قال لا بابا هيك بالشقة. قال لا خالة لا أختي، يعني أقول لك أسألك. بعدين أخذ العنوان رقم الدار كل شيء أخذه، اسمه كله كتبه ليه. قال فلان يوم تعالوا، بعد ما قال شو تعالوا راجعوا. احنا من جينا البيت أنا وزوجي، جينا قلت والله أنا خايفة، هذا ليش سألني على الجنسية. بعدين زوجي قال ليش تخافين؟ قلت والله لازم عندهم مشكلة هاي. أنا من بعد نسينا، بعد حوالي صار أسبوعين 20 يوم أشوف فد واحد قرايبنا إجا قال تدرين؟ قلت شكو؟ قال شهادة جنسية سدوه. قلت عجيب، ما قلت أبو سمير إنه جنب بيتنا ليش سدوه؟ قال سدوه العناوين كلها يمه. بعدين أشوف صار المغرب إحنا لا على البال ولا على الخاطر، ندق جرس مولنا. أنا من طلعت برا شفت فد واحد عسكري وقاموا وياه. قلت أخويا شكو خير؟ قال أختي أنت منو؟ قلت شو تدري من اسمي؟ قال رجلك أنت؟ قلت فلانة وبنت فلان. قال ورجلك؟ قال عنوان بيتك؟ قلت عنوان هاي البيت عندي. قال زين قدمت لي الشهادة؟ قلت إيه. بعدين فد واحد وياهم الله ينطيكم وينطيه، إنسان طيب شان ولازم حمزة. قال لي أختي غرضتك كل شيء مبيعة؟ قلت ليش أبيعها؟ ليش اسم الله؟ قال أختي احنا باكر نجيك بيع الغراض كله، وش عندك ذهب فلوس ايش عندك كله خليه بمكان وخليه بعمك. قلت أخويا ترى متيت من الضوء. قال لا تخافين، وش عندك أثاث كله بيعيه. أنا يعني أنت مثل أختي، ما أريد أنت تنهزين، أشوفك أنت جارك صغار وهذا شايب عندك أبو زوجك وزوجك بخطية. قلت يعني شو؟ قال هسه أني أطلع، هو لازم هسه أوديكم، بس هسه ما أوديكم باكر الصبح هالليلة الغراض كله بيعيه. أنا من الرأس الجوارين الجوي الغراض هيك بعناها، يعني بفلوس يعني خطارة كله بعناه أساسه هواي كان عندي. بعدين صارت بيت أهلي يمنا أمي خطية قامت تبكي، قالت تسودوك وأنتي وحدك. قلت أنا أبكي أمي تبكي. بعدين صار الصبح حوالي بال10 ونص دق جرس والده. طلعت أول ملازم كان، قال أختي صفيت البيت؟ قلت إيه. قال ايش عندك هسه؟ قلت عندي بس الميز مال الفراش. قال خلي يروح هذا صب ورث. قال يلا هسه لملمي جال ويلا امشي. هيك أرجف وأمي يمي خواتي. قلت يا رب العالمين شو وين يودونا؟ قال أختي لا تخافين، هسه نوديك بمكان لا تخافين. احنا من وين ودونا؟ على قولتهم أبو غريب ودونا إلى الأمن، ودونا الأمن يمنا بالجميلة. قام حققوا وياي. قلت أخويا أنا ما مسوي شي إحنا. قال هسه نسافركم. كتبوا وما أدري سووا
قالوا هسه يجي السيارة ويوديكم. احنا من جابوا السيارة وين ودونا لأبو غريب. أبو غريب ودونا سكوت ولا واحد ماكو. أثناء احتجاز العوائل الكردية الفيلية قبل تهجيرهم قسرياً تم التعامل معهم بطريقة غير آدمية. كانوا يتعرضون للسب والشتم باستمرار وانحرموا حتى من ماء الشرب. هاي التفاصيل الصعبة ما زال يتذكرها نعمان شاكر. كان يسبون اكو شرطة، يعني شرطة هناك، حرس اللي موجودين هناك يسبون العالم اشكال. يابا مي ماكو، يعني اكو اطفال صغار يعني ويانا ويا العوائل، يعني مو بس احنا، يعني يحتاج الطفل يحتاج شوية مي. بالحنفية البوري ما بي مي، يابا فتحوا لي المي ماكو مي. مغاسل العالم تذكر مغاسل شيء ماكو، بس حاجزين شنو؟ لا اكل لا شرب لا مي، ومعاملة سيئة ومسبة، يعني مشكلة كبيرة كانت. طيب اثناء تهجيركم خروجكم من البيوت، الجيران تذكر هاي اللحظات، الجيران شنو كان موقفهم؟ اهل الشارع، اهل المنطقه شنو كان موقفهم بهاي اللحظات؟ ما كان يخلوهم يتقربون، يعني ماكو واحد جيراني يسأل يقول شو مسوين؟ يقول لا تتدخل. يدافعون عنكم يعني؟ ماكو دفاع، يعني يسأل ما صار فد شيء قبل، يعني شلون يقول الحادث قبل ما صار الغير بيت، يعني الغير ناس ما صاير. هاي اول مره المنطقه من شافونا مثلا احنا شرطه باب البيت هالسنين كلها احنا جوارينهم اهل، مو يعني هالشكل جوارين. ماكو بالمنطقه، ما عندنا واحد شرطي جاي باب بيته يا جايين عليه شكوى يا من في المكان، مثلا عركه جاي من المركز يا جاي لهالشكل. بس بهالطريقه فشي غريب كان على العالم. احنا الحدث ما نفتهمه، يعني القضيه ليش صرنا اول الناس، شنو القصه؟ بس هي كانت عندنا، كان والدي مقدم على من حقنا، كان الشهاده الجنسيه العراقيه اللي بالعالم كلها ما موجوده، بس بالعراق يكون شهاده جنسيه. مقدمين على الشهاده الجنسيه على اساس يستلم، يعني يروح يجيب الشهاده الجنسيه مالته. يمكن هو هذا السبب كان. أجيال بعد أجيال ما تنسي المأساة، نتذكر شعانينا ونتذكر اللي فات. أنا أسولف قصتي وأحكي له مأساتي، عمي وأخويا اللي انعدم عدموا لي باباتي. باباتي باباتي عشنا ترى بآهات، نتذكر شعانينا ونتذكر اللي فات. أجيال بعد أجيال ما تنسي المأساة، نتذكر شعانينا ونتذكر اللي فات. سفروني من ناني طفل وهجروني هالأوقات، عشنا بمنافحنا غصب عن الوطن أبعاد. أبعاد احنا بعاد، هاك اسمع الصرخات، نتذكر شعانينا ونتذكر اللي فات. شقيق نعمان الأكبر توفيق ما كان متواجد بالبيت أثناء تهجير عائلته، لذلك بعد معرفته باللي صار بأهله قرر التوجه لبيت جدة. لكن بعد فترة تم اعتقال عائلة جدة وهو من ضمنهم، تحضيراً لتهجيرهم إلى الجمهورية الإسلامية. أثناء البعث عزلوه عن عائلة جدة مع كثير من الشباب الآخرين. اختفى توفيق وصار مغيب مع الآلاف من الشباب الفيليين. هو طبعا هو عسكري، يعني جندي مكلف، مواليد 57، كان بالبيت قاعد يعني بالعصر، ما طلع برا. العصر يعني قبل ما يجون الشرطة ب10 دقائق هو طلع من البيت. احنا تسفرنا هو مو ويانا، راح
من رجع شافنا مسفرين يعني ماخذينه، هو احتار وين يروح، فاتجه البيت جدي، راح مع مامي بالثورة، وظل عندهم هناك ورا 18 يوم هو بيت جدي هناك ويا جدي وبيتي وعمامي وعوائلهم كلهم جابوهم، هو كان وياهم. من جابوهم للإقامة، بالإقامة عزلوهم، الشباب عزلوهم، هو كان وياهم، عزلوه أخذوه. هو ذاك الوقت 23 سنة، جندي عسكري، جندي مكلف هو. كان يخدم أربيل ناحية دبس. اسمه توفيق شاكر رضا، مواليد 57. كان جندي مكلف. بعد ما شفناه، يعني هو من انعزل من بيت عمي وجدي وذول اخذوه من عندهم، بعد ما شفنا لحد هذا اليوم. تم احتجاز عائلة نعمان شاكر في دائرة الإقامة مع كثير من عوائل الكرد الفيليين. بعدها صعدوا العوائل بسيارات إيفا بمنظر ما راح ينسى نعمان طول حياته. احنا كنا قلت لك وصلنا للإقامة، بقينا يمكن ليلتين بالإقامة، حجز وصالون دائرة الإقامة بالكرادة، ناس على ناس، ويعني ما تدري نسوان ورياجيل وكبار وصغار شكل كنا هناك. جابوا هاي بعد يومين، جابوا هاي الزيلات العسكرية الإيفا، يعني صعدونا بها، يعني فشي كل صعب كان، يعني رحم ماكو بقلبهم لا على هذا عراقي وابن المنطقة وابن المدينة وابن الدولة، عايشين سوا ابن الوطن، احنا يعني فد معاملة كل سيئة. صعدونا اخذونا يمكن منطقة البلديات يسموها هاي، كان مال أمانة العاصمة، هاي الجراجات اللي كانوا يصلحون بها الأماين المصلحة وما شنو هناك. دبونا بالصالونات، هم لاكو ماي، لاكو كهرباء، لاكو راحة، لاكو مكان تقعد بيه، يعني على الصبة. وهم كانوا الشرطة يجيبون أكل وشرب وهاي، ياخذون مثل غرفة مكتب عندهم هم هناك، يقعدون ياكلون بيه ويشربون ويضحكون، ويالي يقول لهم على مي، يسألهم يغلطون عليه وماكو مي من الحكي. بقينا هناك همنا ليلتين يمكن نص الليل ساعة جابوا أوراق، تعال وقع تنازل على كل ممتلكاتك اللي بالعراق، وينطون كل واحد 10 دنانير، يعني عائلة 5 نفرات يتنازل عن حاله وماله هناك ويعطوه 50 دينار. ال50 دينار هم قام ما ينطون، هم الشرطة يخلوه بجيوبهم. اكو ناس راحت وقعت، اكو ناس ما وقعت، احنا ما وقعنا. الساعة 12 بالليل جابوا سيارات إيفا وصعدونا بيهم. صعدوا ويانا شرطة أسلحة مسلحين، دق للصبح طريق برا، ما ندري وين، يعني نقطة مجهولة، أنت ما تدري وين دا تروح. تم إجبار العوائل على النزول من السيارات قرب الحدود العراقية الإيرانية، وبدأ أزلام الطاغية بإطلاق الرصاص بالهواء حتى يخوفون العوائل الفيلية ويخلوهم يتجهون إلى أراضي الجمهورية الإسلامية. يعني أنا ذاك الوقت شاب صغير، يعني عمري 16 سنة 15 16 سنة، يمكن كل شيء كنت أفكر إلا الموت. يجوز الكبار يا هسه بهذا العمر إذا كان بيه يرجع بيه الحادث أفكر يقتلونه. تذكر والدتك ووالدك شلون كان يعني
يعني تعاملهم معكم هذا بالباص اثناء حركه الباص؟ مو باص، إن هاي الزيلات العسكريه يعني، بالزيل العسكري يعني انت صاعد في كم لوري كبير عسكري، يعني مريه كبيره يا طفل صغير مصعده سياره عسكريه ودا تنقله من بغداد، دا تنقله من بيته ودا تاخذه للحدود. كم ساعه؟ وين الراحه مالته؟ تذكر هل كان يعني الاباء والامهات والدتك ووالدك كانوا شلون تعاملوا معكم؟ شو يقولوا لكم؟ هم كانوا يواسونا وكل شيء ماكو، ولا تخافون ولا من الحكي، بس هم ينباوع عليهم يبكون، يعني الحزن عندهم ودموعهم تنزل. انا اسف لا عادي. القضية كانت هالشكل. وصلنا الصبح بمنطقة حدود، يعني احنا افتهمنا حدود، يعني من الكبار كانوا يقولون بعد مرور السنين كلها هاي ما كنا افتهمنا هاي منطقة حدود. وهاي ما ندري، يعني ذاك اللحظة اللي نزلونا من السيارات وصحراء وجبال وكل شيء اكو، يعني كل شيء تشوف. الصبح بعد التواصل 6 الصبح نزلونا من السيارات، وصار قال نزلنا شكو، صرنا تقريبا يمكن كنا 10 يمكن زيلات كانوا منحركوا بينا. احنا ذولاك ما شفناهم، بس من وصلنا بالمنطقة الحدود هناك شفناهم، وقفوا سيارات وقفت، واحنا نزلونا العوائل، نسوان، رياجيل، كبار، صغار، شباب، بنات، اشكال بهم. نزلونا سحبوا اقسام، قاموا يرمون هواي بالجو. اشرونا على فد صخره كبيره، يعني هو جبل تقول مثلا مناطق شو اسمه، قالوا ذاك شوفوه، هذاك الامام الخميني دي يصيح لكم روحوا له. قاموا يرمون هواي بالجو اسلحتهم. العالم قامت تخاف، قامت تركض، توجه شلون يقول بالصحراء بالتراب، اللي عاف ابنه واللي عاف بنته واللي عاف ابوه واللي عاف امه، يعني كل من صار اخي روحي سيريد يخلص. صرنا بعيدين عليهم شلون يقول 200 300 متر يجوز اكثر يا اقل. سيارات حركوا وراحوا. ظلينا منطقة مجهولة ما ندري وين. كان اكو ويانا واحد عسكري، يعني هو كردي فيدي بالإقامة، جابوه لابس ملابس عسكرية، أخذوه جوا بالمكتب، خلعوا شلون يقول درجاته، وأخذوا النطاق العسكري ماله، وأخذوا بيريته وربوه كم عجل وذبوه يمنا. كان ويانا لمنا كلنا كبار وصغار، كان هو عسكري يفتهم اكثر من عندنا احنا البقيه. خلينا نقول قال امشوا بالطريق اللي ماشي بيه رجلين، ماشي بيه سيارات، لا تمشون لا منا ولا منا. قال من الاحتمالات يكون الغام، منطقه حدوديه وذا نتوجه هالشكل ما ادري وين. فبعدين احنا من ودونا واني اخاف وابكي على بيت اهلي، وبس اني والجهال وابو زوجي رجال كبير واني جهالي بس ابكي. بعدين ودونا ما ادري وين ودونا قال يلا هسه تحضري وروحي يم خويلي. قلت عجيب يا رب يسر. قال ليش تخافي خاضه، روحي يم خويلي، هو دز عليكم. احنا من رحنا خلونا بالسيارة جماعة اللي ويانا، رحنا الغراض مالنا كله خلوه بالسيارة مال العسكري. لزمنا السيارة ب10 دنانير. قلت رحنا مو عندنا الغراض كلها تعوفها. قلت شو اسوي يا اخويا؟ قال لزموا السيارة حتى نوديكم. احنا من حوايا لزم سيارة كبير، كل الغراض جابينا بيه ودونا هي نمشي والسيارة وهي نمشي، والإيرانيين والعراقيين ماكو يصفقون ويقشون علينا.
يلا نروح وياكم يلا نروح. احنا كل شيء كنا نحكي. بعدين إلى أن وين ودونا قريب على شيرين وفرحات، قريب على كرماشان. ودونا يكو هاي وين أبو سمير هاي وين؟ قال والله ما أدري. نزلونا ودونا للمسجد، فالمسجد كبير. قال رجاء الرياجيل اللي يطلعون برا النسوان خلينا من هنا. احنا الولد سووا رأسا مو اللي شو اسمه راح اللي هذا اللي قام يؤذن وهذا، ناموا بالبطانية وضموا نفسهم واحنا كنا قاعدين. احنا من ينام للصبح احنا كنا نون. بعدين ويا الوذان قومونا، يلا قوموا للصلاة خطية وسمين وحوايا كل شيء ما حكوا. جابوا لنا الفراش إلى أن صلينا هاي. جابوا لنا الريوق، قالوا هسه تحضروا هسه نوديكم قريب على كرماشان. احنا منها ودونا سيارة هي نمشي ودونا الكرماشان. راح الكرماشان شلون منطقة حلو، كل بيت مشتمل غرفتين بيه، حمام مطبخ ومرتب، كلش حلو كان. قالوا ابقوا هنا. احنا من كيفنا قلنا الحمد لله والشكر وكان زين. قاعدين بعدين جابوا لنا اكل كنا ما نعرف. جابوا لنا تشريب ما نعرف شنو هاي. جابوا لنا مثل ثمن السبزي قرمه ما نعرف شنو. عجيب يجيب اخوي منين عشان ناكل يا ربي شو نسوي؟ وانا هيبكي. على كل حال ظلينا بكرماشان. الله ليه كذبني ما ادري 18 يوم لو 15 يوم. يتذكر نعمان شاكر تفاصيل رحلة التهجير القسري، يتذكر الألم والخوف اللي كان الكل يشعر به، يتذكر بكاء الأطفال والنساء بسبب الجوع والعطش والتعب، ذكريات ما قدرت السنين تمحيها من عقله. ما ندري وين نتجه، بس من اللي افتهمنا به هذا التوجه مالنا راح يكون على إيران. بس ايش وقت توصل ما ندري، ولينا نمشي. لمنا احنا اللي شلون يقول اعمارنا، شلون يقول 15 16 لحد 20 سنه، واللي اكبر واللي اصغر، لمنا هو نفسه هذا. يا العاون والبقيه. لما نتعاون وياهم. هذا اللي واحد كان جايب وياه ترمز مال مي، واحد شال الترمز، هذا يريد مي ينطي شويه مي، يعني بس يكون يمشي حاله لا يوقع. الشايب كنا نشيله والعجوزه كنا نشيله والطفل اللي كان امه تجزع منه ما تقدر تشيله كنا نشيله نطلع وياهم. جينا توجهنا اكثر من 8 ساعات مشينا. وصلنا منطقه جونا ناس اتجهوا علينا لابسين زي كردي، شروال كردي عادي، وشايلين وياهم يعني مسلحين كانوا، اتجهوا علينا. قاموا يحكون ويانا. شنو القصة؟ قال احنا من العراق جايين نشكي. قال اهلا وسهلا، وبالكردي طبعا، احنا قد نعرف كردي. شنو يعني اهلا وسهلا وانتم جيتوا هاي حدود الايرانيه. وصلنا جو بعد هم شلون يقول صار راحة البال بها، يعني اكو انت وصلت منطقه اللي تطمئن بها، وصلت مدينه، وصلت يم ناس ما باقيه بالحدود. شلون يقول بالتشوله، يعني يقول بالعراقي خلينا نقول ظل بالتشوله. جينا كان اكو مجرى مال المي حدود يمكن مترتين عرضها اكثر، بس غميجه، مو غميجه هوايه، يعني تقدر تقول له هنا. بالنسبه للاطفال اي انا واحد من الولد اللي الله يذكرهم بالخير اللي كانوا وياي نزلنا بالماء، فقمنا نعاونهم ننقل بين الاطفال والكبير بالعمر، ننقلهم من هالصفحه يطبون بالماء، يعني مو نقول نشيلهم،
نعاونه بس لينزل جوا. عبرناهم، طبينا جاي الحرس مال ايران استلمونا. اكو ناس قاموا يحجون يقولون هذول ترى لا اكل لا شرب، يعني صار لنا كم يوم. جابوا لنا تمر وخبز ما ننساه، صينيه تمر كبيره كانت، خبز كان هوايه. جابوا قالوا اكلوا باقل سندون نفسكم. جابوا سيارات اسعاف وسيارات صغيره وكبيره نقلونا، جابوا لنا منطقه اسمها خسروي بإيران. من نزلنا هناك بخسروي شفنا تجار بغداد كلهم هناك، كرد الفيلي. يعني هواية منهم أنا تعرفهم، يعني لأن والدي كان بالسوق وهم كان واحد من التجار. كان اللي جوارينا وغيره وغيره شافوا والدي صارت شلون اتجهوا عليه، هذا يقول مرتي، ذاك يقول جاري، ذاك يقول اخوتي، ذاك يقول اولادي، كل من يسأل على عائلته، ما شايفين احد. نقلونا نزلونا من السيارة، صعدونا سيارة من السيارات، صعدونا سيارة لا جابونا منطقة اسمها سربول الذهب، نزلونا هناك مخيمات. احنا تصورنا احنا اول الناس، بس طلعوا غير من قبلنا، اي من غير محافظات جايين. هم الليله اللي قبله جايبيهم، ذاك الليله اللي قبله جايبيهم على رن. جابونا سربول ذهب، اعطونا خيام، روحوا نصبوا خيام من نفسكم ودخلوا بيهم. اعطونا هاي البطانيات وماكو شيء يعني. بقينا بحدود الاسبوعين هناك. اجى مسؤول ايراني قال، ويوميا كان يجون سيارات ينزلون عراقيين يجون وينطوهم خيم وينصبون بذاك المنطقه. معسكر صار كلش كبير، يعني مخيم صار كلش كبير. جابوا المنشآت ورا اسبوعين قالوا هنا مو امان، احتمال يصير حرب، احتمال يصير شلون بالمنطقه بين الجبال حيوانات يجون. احنا مو بداخل المدينه، يعني منطقه سربول الذهب هي منطقه حدوديه، بس احنا بالاطراف مالها يعني خارج المدينه. نقلونا من هناك، اخذونا غير مدينه، قسمونا. اللي بالمخيم صار حصته راح للمخيم، اللي غيره احنا اخذونا خلونا بجامع مدينه اسمها ازنه، خلونا بجامع هناك. كنا ننام بالجامع، جامع داخل ايران. كلها كل واحد بزاويه بالجامع. سوينا انا شلون يقول هذا تشرشف، وجابوا بطانيات وخلينا مثل سوينا مثل الحدود على مود العوائل ياخذون راحتهم يعني. توفت والدة أم سمير من الخوف والحزن على أبنائها سلام ومراد اللي كانت تنتظرهم كل يوم وكل ساعة. بعد فترة وصل الأم سمير خبر استشهاد أشقائها الاثنين، كان عندها أمل أن تلتقي بهم بيوم من الأيام. بلحظة تبخر هذا الأمل، وصارت حياتها من ذاك اليوم عبارة عن حزن ودموع. 4 كانوا، الكبير مالنا سقط يعني أخرس وأخرج، بس مراد سلام رفيق شهاب كلنا طلعونا. فشنو خلونا بالسيارة، هذولك خلوهم واحد واحنا واحد. بعدين احنا سفرة ومشونا، احنا وحدنا رحنا شو اسمه الكرمشان. رحنا يا رب العالمين خواني وين صاروا وش نسوي يا رب العالمين. اني ابكي يعني يا رب وين صرنا يا جنيتي. بعدين الى ان امي وين ودوهم الاصفهان، هذولك الاصفهان واخواني بالحجز. بعد ماكو 4 من عندهم بالحجز، وامي خطيبه ابويا واخويا هذا اقول لك اخرس واطرش، هذول خطيه جوي لاصفهان. ظلوا باصفهان. انا من قلت للحمايه
قلت عافية هذه خصني يم أمي أشوف أمي أبويا. احنا من رحنا للكرماشان الأسوهان رحنا شفنا أمي تبكي تلطم شقت هدومها. قلت اليوم ليش تخافين؟ وأنا خواني جاي. قالت لا خواني شو بالحجز حجزهم. قلت لها حدث شلون؟ قالت ما أدري. احنا من صغيرين أنا يمهم للظهر الظهر قعدنا بالسيارة رجعنا للبيت يعني الأثناء. أنا من بعد تعبانة شبت نمت والبنات خطية صغار كانوا ناموا يبي ناموا بعد ما حسيت. إذا أنا جا الشيخ قال أختي قومي. قلت ايش بك أخويا؟ قال الدنيا ظل. قلت ما أقدر. قال قومي. قلت وين أقوم؟ قال قومي أسوي أكل الريوق أكل غدا. احنا من بعد هالمصيبة صار بينا احنا 3 جد والله يمكن 4 أشهر كنا بأسنا. وبيت أهلي حوالي يمكن 2 كانوا بأسفهان. احنا من والله أبو حسن حماية كان عنده فلوس كان جايب وياه. بعدين راح قال أنا أروح شو اسمه طهران. هو من غزة بارد راح أبو توفيق وكلهم يعني يم أهله. ظل هناك يمهم حافظة إنه مرته وابنه وإحنا أنا وجهالي وكلنا كنا. بعدين جوي قرايبنا قالوا خلنا نسوي لكم كفالة نوديكم الطهران. قلنا لا بابا احنا هواية 12 نفر وين نجي؟ احنا قاعدين هنا الى ان الله يفتح لنا باب. وبيت اهلي من بأسفهان خوان يمن يدري وين. بعدين احنا من قعدنا 4 أشهر 3 أشهر عدل كنا بأزنة. بعدين أبو حسن اجا جاب لي كوم ومفاتيح. قال شوفي لا تخافين اشتريت لكم بيت هسه اوديكم البيت. انا كنت اصدق قلت هسه بيت اهلي شلون؟ قال ان شاء الله اذا لكم من نكفلهم نجيبهم يمنا. هوار صد هوار جرهار لندس اردی تطاوله لما ورد فترة جوي. بعدين من جينا الإيران يعني بعد جينا الإيران أنا من كنت أمي سود علي كانت مريضة توفت أمي بحصرت ولدها ماتت. بعدين المغرب كان جتي مرت أخويا قالت أم سمير قلت لها ها قالت نسوان 2 يردوج. أنا من رحت جبت بنات نسوان محجبات وعينهم بالكو يبين. قلت لهم السلام عليكم. قالوا خوش مجي السؤال نسأل من عندك. قلت لها خير إن شاء الله. بقوا هم يقام سؤال بكون. قال كم أخ عندك بالحجز؟ قلت 2 يعني كردي. دتها حجز. قال عندك خبر عنهم؟ قلت لا. قالت أمك وينها؟ قلت أمي توفت من أجل إخواني توفت. قالت إخواني شو اسمهم؟ قلت عبد السلام ومراد
مرات عنده بنية واحد، هي ذيك من راحت بيت أهلها. أني هسه بس أني وحدي وأمي توفت بهالأحداث. بعدين قال خدها بزرقة إن شاء الله خبر بيده، خبر تسمعون. أنا كلش ما أعرف فارسي. أنا جيت البيت أو سر بس قال لي شو قالوا؟ قلت بس قالوا المحجوزين، بعد ما أدري إخواني صاير بيهم شيء ما أدري. بعدين ماكو شوية شوية بالدولة آباد قالوا تعالوا بيت سكينة الله يرحمها، هذول خلوا عزها. رحنا قلنا شي جايها عشقوا، قالوا أري كوري لقى من كوري لقى والقسم قال كل شيء قسم مقتولين. قلت عجيب، احنا أنا من كنت سقنا بوت غدا وجيت للبيت. جيت للبيت أشوف صار بالليل، جت مرت حوايا قلت لها يا الله خير شكو ليه جايين؟ قالت مو قدر مياه سلام ومراد كل شيء. الله أكبر، مصيبة صار بيا ووحدي ما أدري شو أسوي. أقتل بنفسي، شعري كله كومته بالله. يا رب العالمين شفهم، يا رب العالمين شفهم. شو أسوي؟ سلام مراد شكوش ندان، شكوش ندان. بعد أقول لك مصيبة صار بينا. ظلمة الشويل بينة الشيل فغاني بينا ظلمة الشويل أي خدا أي خدا بعدين راحني كله راحوا مريضة. هسه أنا ما أشوف، هسه شكلك ما أشوفها، هسه البيت كله يعني أشوف الأساس ما أشوف كله. شنو من أجل خواني ذول شلونهم؟ هسه عمت عيني، عمت عيني يابا، سود علي يابا، عمت عيني يا ويلي. اي بابا اي داغة بابا من على كمان قدامي. يا ويلي اي بابا اي داغة اي داغة. خالة لقيتهم؟ لا ما لقينا اصلا، لا قبل لا شيء. هسه كلهم راحوا لراخين خلوا رمز. انا منو كان يوديني؟ لا اشوف، لا عندي رجل. ويا من اروح؟ ويا من كنت اروح؟ اذا كلهم عندهم الرمز نسوي لهم، انا ما سويت لهم. عمت عيني، عمت عيني ما سويت لهم رمز. هسه سلام ما عنده مكان، مراد ما عنده مكان. أويني عليكم يابا، أويني عليكم يابا. خوي شيرين يا لذيذة كبروا شويان قيامة رجيان بيا شا. خوي شيرين يا لذيذة كبروا
بعد سقوط نظام الطاغية صدام حسين توجه نعمان شاكر للعراق حتى يبحث عن توفيق. أثناء البحث اكتشف نعمان مصير فرد آخر من عائلته، ابن خالته سلام أحمد، اللي تم إعدامه بقرار من الطاغية صدام حسين. بالأوراق الرسمية مذكور أيضاً أنه اتضح أن سلام واللي تم إعدامه معه كانوا بريئين من التهم المنسوبة لهم، لذلك قرر حزب البعث إعطاء 54 دينار ذويهم كتعويض. هذا هو سعر الإنسان بالنسبة لصدام وأزلامه. كنت ببغداد وقتها، كنت ورا يعني صار السقوط، انا نزلت ببغداد بقيت 24 يوم كنت ببغداد. كهرباء ماكو، مي ماكو، العالم يعني بعد كان وزارة التخطيط كان يحترق والدنيا كانت غير شكل. جينا بالكفاح واقف يم الولد، قالوا اكو اسامي واخبارات مع الولد المحجوزين. وين؟ قالوا مقر مال الاتحاد الوطني يم شارع فلسطين. ثاني يوم رحنا هناك، اكو هناك الولد مسؤولين كانوا، طبينا عليهم. هم قالوا الا يجي مسؤول كبير يلا يقدر يفتح لك الاوراق وتشوفها. المهم افتهموا اني جاي من ايران، يعني قلت لهم صار طريق بعيد والعالم يعني متانين اولادهم ما يدرون وين، ما عندهم مصير. فمن طبيت اني جوا فتحوا الاوراق خلوها قدامي، اعطوني اخباره مال سلام احمد شراخ اللي هو من خالتي، خلوه قدامي شفته، قال تعرف هذا؟ قال من خالتي. هو و389 نفر ذولا اللي قرار من صدام وما شنو، ذولا اتضح لدينا هذول اعضاء من حزب الدعوه وما ادري شنو، بعد من الحكي طه ياسين رمضان والجيش الشعبي ومن هالسوالف مالتهم وكتابنا وكتابكم الى صدام. بعدين اتضح عندهم هذول عدموهم، قرار من صدام هذول عدموهم. بعد ما انعدموا اتضح لدينا هذول مو اعضاء حزب الدعوه، فاعتبروهم شهداء وصرفوا رواتب 54 دينار لذويهم. هو وين ذويهم؟ وسلموا شلون يقول مستلزماتهم الى اهاليهم، الى ذويهم. انا من قرأت الخبر يعني هذا من شفته بعيني بعد ما تحملت. ثاني يوم جيت هم رجعت لايران، يعني رجعت هم مثل ما طبيت، يعني شلون يقول عبرت الحدود، رجعت نفس الشيء، طبيت على كردستان وجيت العراق وجيت الايران. عوائل هنا أنا استلموني، يعني يسألون على أولادهم، ما يسألون على العايش، يسألون على أولادهم وينهم، ما يسألون على أي شيء، بس كان يسألون على أولادهم. أنا ظل الخبر شلون يقول بداخلي، يعني ما أقدر أقوله، يعني شلون أقوله، مثلا أنا شلون أقول لخالتي مثلا ابنك دول اثنين معه. قرأت أسامي وعندي موجود الأسامي، يعني دولك 389 نفر. فظل شلون يقول بداخلي ما أقدر لا أقوله ولا أقدر أحكي ولا حاجة. إلى أن قالوا خبر إجا جامع مال راد الفيلية منطقة مروي، وصل خبر هناك أكو خبر عن الأولاد المحجوزين. اتجهنا وصلنا هناك، يعني شلون يقول يردون يقولون الخبر للناس، لأن هذول أولادكم كلهم ميتين، كلهم يعني استشهدوا وما يقدرون. إلى أن شخص صعد فوق المنبر قام يصيح، قال لي شو وقت احنا نكذب على الناس. قام يصيح بالجامع، قال لا تفكرون ترى الولد كلهم انتهوا. استغفر الله العظيم.
استغفر الله. وصل الخبر هالشكل يعني، اللي كلهم صدام والصداميين، الله ينتقم من عندهم. فصار لي ما كان لازم يصير، والعالم اللي صار له 20 سنة و25 سنة عينه على الباب، ومتاني ابنه، وذاك المتاني اخوه، وذاك المتاني ابوه، صار كل شيء ماكو ورا الباب، وما وصلنا نتيجة، وما ندري وينهم، وين مدفونين، وشلون استشهدوا، شلون يقول الكبار يقولون منو غسلهم، منو دفنهم، ما ندري. فصار بشي مرموز صار، حتى لو مدفونين او لا ما حد يعرف. ما ندري وينهم لحد هسه، ولا واحد لقينا. يعني انا اذا القي واحد منهم مدفون، اقول البقيه كلهم مدفونين هنا. تعتبر رمز البقيه. رمز للبقيه، يعني ماكو اللي اكو ذول الشباب اللي راحوا، اكو امهاتهم ابهاتهم من كثر ما بكوا عليهم وتانوهم وباعوا على البيبان، شو وقت يندق الباب، شو وقت ينفتح الباب ويشوفون ابنهم، ماتوا، اللي تمرضوا، اللي نعموا، اللي سقطوا، الاشكال يعني صار بيهم. أنا والدتي عمرها 48 سنة، قد ما بكت على ابنها، على أخويا، صابها سرطان وماتت بيها، 48 سنة عمرها. كل سنه مات. يعني اي سنه مات. والدتي توفت سنة 88. حتى ما طولت الله يبارك. أنا ورا 9 سنين، 9 سنين توفت. أنا والدي لحد أوت العام، يعني أنا والدي صار لي سنتين متوفي، يعني أوت العام أقدر أقول هيك وقت كان توفى والدي، صار له سنتين، يعني قبل 4-5 أيام كانت الذكرى مال السنوية مالته. سنتين يعني من كنا نقول له، يعني حتى لو تطبع على صورته، حتى ما خلينا شريط أسود، وما يقبل كان اخذ الصوره للجامع اقول لهم هذا اخويا هم شهيد ويا الشهداء، ما كان يقول موجود ابني وعايش ويجي. طيب والدتك كم كانت تقول، تذكر حكي والدتك عن الموضوع هذا؟ اي دائما تقول يجي موجود. هو الكبير كان. هو الكبير، هو الاكبر كلنا. حتى اكو شخص بوقته من ذول اللي طلعوا من السجن اجى للمستشفى مالتي، يعني نعرفه ويعرفنا، اجى من العراق. فمن سالناه، يعني والدتي سالته هي على شلون يقول بالمستشفى، على السرير مال المستشفى، يعني يقول خلينا نقول فراش الموت كان هو ذاك، مو بعد ما قامت. من حكيت وياه قال لها طلعوني، يطلعون البقيه كلهم، لا تفكرين خاله والله يجي. يعني هو كان خلينا نقول ذاك الشخص اللي حكى الحكي هو كان يكذب طبعا، هو عنده خبر. المجموعة اللي طلعوهم هم ذول كانوا صداميين موجودين بالسجن وياهم، هو واحد من عندهم كان عنده معلومة كاملة عليهم، بس ما قال لنا. فظلت هي لحد ما توفت تردد باسمه.